تخلي عدد عملائك الضعف عن طريق الريفيلر ماركتنج. تشجيع العملاء الراضيين، دايما ركز مع العملاء الساتيسفايد او الناس المبسوطه من الخدمه او المنتج اللي انت قدمتهم، واطلب منهم ان هم يرشحوك لغيرهم من الناس، لان هم اكتر ناس بيبقوا متشجعين ان هم يرشحوا المنتج او الخدمه بتاعتك، لان هم اوريدي جربوك ومبسوطين من الحاجه اللي انت قدمتها لهم، شجعهم ان هم يرشحوك لغيرهم. استخدام المؤثرين في الاحالات، ممكن ان انت تستخدم الانفلونسرز او المؤثرين في الاحالات ان هم يرشحوا لجمهورهم الموقع بتاعك، يخلوا الجمهور بتاعهم يخش على الموقع مقابل مكافآت او خصومات ليهم او لجمهورهم. ده طبعا برضه هيفرق معاك كتير جدا. التسويق عبر الاحالات او الريفيلر بيعتمد على قوه الثقه بين الافراد، وبالتالي هو واحده من اقوى انواع التسويق لو انت عاوز تزود قاعده عملائك بتكلفه اقل مقارنه بالاعلانات التقليديه. وفي النهايه اتمنى تكون فهمت الموضوع بشكل كامل. انا زياد سليم، واحنا هنا كنا في تجربه اكاديمي. لو عاوز تعرف اكتر تقدر تعمل لنا فولو وتشوف فيديوهاتنا اللي جايه، او تقدر تاخد دبلومه الماركتنج المقدمه من تاجود علشان تتعلم اكتر وتحترف فعلا التسويق الالكتروني. انا زياد سليم، مبسوط اني كنت معاك.